مساء الخير على كل مستمعين ومشاهدين راديو في السكة. أنا غادة يسري ببرنامج الحياة حلوة. النهاردة هتكلم معاكم عن الخوف. يا ترى ليه الناس بتخاف ومن ايه؟ الناس بتخاف من آلاف الأسباب، وده بيطلق عليه فطرة الخوف. ربنا خلقنا بالفطرة دي. كل الناس بتخاف، زي مثلا ان احنا نخاف من المجهول او المستقبل او المرض او الفشل او التقدم في العمر او حاجات تانية كتير. في ناس بتخاف من رأي الناس فيها، وفي ناس بتخاف من الناس التانية، في ناس بتخاف من الموت وده ربنا اللي بيقدره وبيكتبه، وفي ناس كمان بتخاف من الحروب. دول طبعا الناس دول ربنا يعينهم ويقويهم ويصبرهم وينصرهم، ربنا معاهم ان شاء الله. كل واحد فينا بيخاف من الحاجات اللي بيواجهها في حياته على حسب كل واحد محيطه فيه ايه. الخوف بيسبب التعطيل في حياة ناس كتير. ناس كتيرة بترتبك من الخوف، وده بيخليهم ما يقدروش ياخدوا قراراتهم. التعطيل ده بيجي بسبب الخيالات والأوهام اللي عقلنا وفكرنا بيصورها لنا، فبالتالي العقل والفكر ساعات بيصور لنا حاجات ممكن تصيب وفي الغالب بتخيب. علشان كده احنا لازم نركز كويس قوي احنا بنفكر في ايه، وعقلنا بيقول لنا ايه، وخيالاتنا بتودينا فين. معنى كده ان الاساس في الخوف هو العقل والفكر. ساعات كتير الحذر والخوف بيكون مطلوب مننا علشان نحترس وناخد بالنا من الحاجات اللي بتحيط بينا، زي الاشخاص السيئين او المواقف السيئة، وبيكون حقيقي مطلوب مننا، وبيكون ضروري ومهم ان احنا ناخد احتياطاتنا ونخاف وناخد حذرنا. لكن الخوف لما بيزيد عن حده ده اكيد بيسبب مشاكل كبيرة في حياتنا. عشان كده احنا لازم ناخد بالنا كويس قوي ان الخوف ده يكون مبني على اسس مظبوطة، ومنخليش خيالاتنا وفكرنا يودينا لحاجات بعيدة مش مظبوطة. طيب هو الخوف له علاقة بكيمياء الجسم والدماغ ولا الحالة النفسية؟ هو الاتنين، زي مثلا ارتفاع ضغط الدم او زيادة سرعة معدل ضربات القلب او افراز مادة الادرينالين. حاجات كتيرة الجسم بيتفاعل بيها. التعامل مع فطرة الخوف بيختلف حسب الاشخاص. يعني في ناس بتعرف تتحكم في نفسها كويس وتتحكم في فطرة الخوف، وفي ناس تانية بتتوتر جدا وما بتقدرش تاخد اي قرارات وبتبقى حالتها صعبة جدا. في ناس بقى ما بيخافوش خالص، ودي طبعا حاجة مش طبيعية خالص. سبحان الله، ربنا لما خلق كل حاجة في الدنيا خلقها وخلق النقيض او العكس بتاعها. يعني مثلا الحب والكره، الخير والشر، وزي ما في فطرة الخوف في كمان الطمأنينة والأمان. طيب نعمل ايه بقى عشان نتعامل مع حالة الخوف دي ونوصل لحالة الطمأنينة والأمان؟ رقم 1، لو الخوف عندكم ابتدى يزيد عن حده وابتدى يسبب لكم حالة من التوتر والقلق، أرجوكم يا جماعة لازم تلجأوا للطبيب النفسي. وأنا هرجع وأقول تاني إن احنا محتاجين نغير ثقافتنا اتجاه الطبيب النفسي. يعني مش لازم كل اللي بيروح للطبيب النفسي يكون مجنون، لا، الإنسان اللي حالته النفسية تعبانة كمان بيروح للطبيب النفسي. رقم 2، ممارسة تمرين التنفس العميق. يا ريت إن احنا كل يوم ناخد من نص ساعة لساعة لوحدنا في هدوء تام ونمارس التمرين ده. أو ممكن نمارس التأمل أو اليوجا، ده برضو بينفع. ونحاول في الوقت ده ان احنا ما نفكرش في اي حاجة بتضايقنا. يا ريت ما نفكرش خالص. على فكرة انا اعرف ناس كتيرة يا جماعة ما بتعرفش تفصل، ولما بحاول ان انا اتكلم معاها في المبدأ او الفكرة دي هم مش فاهمين الفكرة، مش فاهمين ازاي. بس فعلا الموضوع ده مهم جدا يعني للهدوء النفسي للانسان، ان انت تقعد نص ساعة لوحدك لساعة كل يوم في هدوء تام وتمارس التمرين ده وتاخد نفس وتخرجه بالراحة، وتحاول ان انت تعيش في هدوء لمدة ساعة كل يوم. بيفرق جدا في الحالة النفسية، جربوها. رقم 3، يا ريت بقى لما نهدى خالص ونقعد مع نفسنا نبتدي نفكر كويس قوي، هل المخاوف اللي عندنا دي حقيقية وتستاهل فعلا التفكير الكبير ده، ولا مجرد اوهام وخيالات واحنا اللي مكبرينها، علشان نقدر نتعامل مع المخاوف بتاعتنا دي. ويا ريت كمان ما ناخدش اي قرارات مهمة لو احنا في حالة مش كويسة.
نحاول نهدى وبعد كده ناخد القرارات اللي احنا عايزينها. رقم 4، يا ريت تحاولوا تحافظوا على الطاقة الإيجابية اللي عندكم حتى لو كنتوا في عز المشاكل، بس حاولوا ان انتوا تفكروا دايما في النعم والحاجات الحلوة الموجودة عندكم، لان اكيد ربنا بيدينا نعم كتير بس احنا بننساها في وسط المشاكل بتاعتنا. حاولوا تركزوا على الحاجات الإيجابية أكتر من الحاجات السلبية، وعايزين نتمسك بالأمل والتفاؤل مهما كانت مشاكلنا، لأن الحياة أصلا صراع، احنا مش في الجنة على فكرة، ولازم ان احنا نعمل كده عشان نقدر نعدي الاختبار الصعب ده اللي اسمه الحياة. فلازم نتمسك بالأمل والتفاؤل، وفي حاجات لازم نعرف ان هي بإيد ربنا مش بإيدينا احنا، زي المرض مثلا والموت. يعني المرض والموت احنا ما نقدرش نتحكم فيهم، وفي حاجات تانية كتير كمان احنا ما نقدرش نتحكم فيها، مش كل حاجة في حياتنا احنا نقدر نتحكم فيها. عشان كده لازم نسيب الحاجات دي لربنا ونسيبها على الله ونتفائل خير في ربنا. طيب لما نلاقي بقى ان المشكلة اللي عندنا دي مش في ايدينا علاجها او مش في ايدينا حلها، نعمل ايه؟ عايزين نكتر من الدعاء لربنا، لان الدعاء بيغير القدر. عايزين ندعي كتير جدا ونتأمل خير في ربنا، لان ربنا دايما بيكتب لنا احسن حاجة حتى لو احنا شايفين عكس كده، فربنا بيكتب لنا الافضل. ما تنسوش كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اطمنوا وما تخافوش وسيبوها على ربنا، وخلوا عندكم احساس الامل والطمأنينة، لان الاحساس ده اكيد هيخلي حياتنا احلى. وبكده حلقتنا تكون خلصت، وانا بتمنى لنفسي وبتمنى لكم ان ربنا يكتب لنا كل الخير يا رب. شكرا على حسن استماعكم. كان معاكم غادة يسري في برنامج الحياة حلوة على راديو في السكة.